صباح الفل عليكم. النهارده هكلمكم عن حلقة كده غير كل الحلقات اللي كلمتكم عنها قبل كده. هي علاقة سفينة تايتانيك بلعنة الفراعنة. ايه ده، هو في علاقة اصلا ما بين سفينة تايتانيك ولعنة الفراعنة؟ بعد ما غرقت سفينة تايتانيك 1912 ظهر عندنا أساطير كتير حوالين سبب غرقها، ومنها لعنة الفراعنة. سفينة تايتانيك زي ما احنا عارفين أعظم سفينة في التاريخ وقتها. بدأ البناء في السفينة 31 مارس سنة 1909 وانتهى من بنائها سنة 1912. وزن السفينة 52,310 طن، وطولها 882 قدم، وعرضها 94 قدم، وارتفاع السفينة ارتفاع مبنى مكون من 11 دور. تايتانيك المارد، السفينة دي ما كانتش ضخمة بس، ده كان كمان جوه السفينة أوض نوم وقاعات للأكل وصالونات من الطراز الفاخر. والدرجة الأولى كان فيها حمامات سباحة وصالة رياضة وملعب سكواش وتويلت تركي وتويلت كهرباء. ولما جم يعلنوا عن السفينة دي كل الأغنياء ورجال الأعمال والتجار اتسابقوا عشان يحجزوا أماكن فيها، وكان طريق رحلتها من المحيط لحد الشاطئ الأمريكي. في 10 إبريل سنة 1912 العالم كله مستني عبور تايتانيك لأول مرة من المحيط، واصطف آلاف الناس على رصيف ميناء كوينز تاون في انجلترا ما بين مودعين وما بين مشاهدين عشان يشوفوا السفينة العملاقة دي وهي بتعبر لأول مرة، وعليها صفوة أثرياء ورجال المجتمع من الدرجة الأولى ومئات المسافرين من الدرجة التانية والتالتة. ووصل عدد الركاب 2223 راكب. السفينة من ضخامتها وقوتها كانوا بيقولوا عليها ان القدر ذات نفسه مش هيعرف يغرق السفينة دي. وعبرت الرحلة بقبطانها الكابتن ادوارد سميث، وهو عمره 62 سنة وبقاله 30 سنة في المهنة دي. لكن في 14 ابريل وبعد 4 ايام من الرحلة وبخطأ ملاحي صغير اصطدمت سفينة تايتانيك العملاقة بجبل جليدي ضخم، وغرقت سفينة تايتانيك بالكامل بعد 2 ساعات و40 دقيقة من لحظة اصطدامها. ومات 1517 شخص ونجا 706. وسبب موت الأعداد دي كلها إن سفينة تايتانيك ما كانش فيها عدد كافي من قوارب النجاة، وكان قوارب النجاة بتكفي بس 1187 شخص، وأغلب الضحايا كانوا رجالة لأنهم أعطوا الأولوية للنساء والأطفال في عملية الإنقاذ. الغريب في الموضوع إن سفينة تايتانيك قبل ما تغرق وصل لها رسائل من السفن التانية اللي في المحيط وبتحذرها ان في وجاليد في المنطقة دي. رغم ان في رسائل كتير جدا وصلت لطاقم السفينة الا ان الكابتن سميث مهتمش بالموضوع ده، حتى عامل التلجراف اللاسلكي ذات نفسه وصلت ليه رسائل وما بلغش حتى طاقم السفينة. مشيت تايتانيك لحد الساعة 9 بالليل، ومن نفس اليوم درجة الحرارة بدأت تقل، وهنا بقى الكابتن ادوارد جون سميث بدأ ان يقتنع ان السفينة فعلا بتقرب من منطقة جليد، لكن للأسف مهتمش اهتمام كبير. وبلغ مراقب السفينة ان يبلغوا عن اي كتلة تلج ضخمة تظهر قدامه، ودخل اوضته ونام، رغم ان خبرة القبطان سميث الا انه حتى ما فكرش ان يقلل من سرعة السفينة، وفضلت السفينة ماشية باقصى سرعة. ولما جه نص الليل مراقب السفينة لقى خيال قدامه في طريق السفينة، وبدأ الخيال يزيد اكتر واكتر لحد ما المراقب لقى جبل جليدي، وقام بسرعة يضرب أجراس الإنذار ويصحي طاقم السفينة، واتصل بضابط مناوب عشان يقوله إن في جبل تلج قدام السفينة. وبسرعة الضابط أمر إن هم يغيروا اتجاه السفينة ويوقفوا المحركات، لكن للأسف ملحقوش، والجبل الجليدي اصطدم بالسفينة. والغرابة إن التصادم ده ما كانش صوته مسموع قوي، لدرجة إن أفراد طاقم السفينة افتكروا إن هم نجحوا وغيروا المسار. بدأت كتل التلج الكبيرة تقع على ظهر السفينة، وتهزت السفينة هزة بسيطة لدرجة إن ركاب السفينة من جوه ما حسوش بالتصادم وكانوا نايمين. في قاع السفينة لما حصل التصادم حصل شاخب جنب السفينة وملت المية معظم أجزاء قاع السفينة. نيجي بقى على الكابتن ادوارد جون سميث. لما لقى المية وصلت لقاع السفينة ما بقاش عارف يعمل ايه غير انه صح كل ركاب السفينة عشان يسيبوا السفينة بسرعة ويركبوا قوارب النجاة، لكن للأسف القوارب اللي موجودة ما تكفيش عدد الركاب. فأمر الكابتن سميث ان يركب الستات والأطفال الأول، ولو في مكان يكفي فيركب الرجالة.
الحادثة كارثة بكل المقاييس، السفينة غرقت تماما باللي فيها وما تبقاش الا الناس اللي على قوارب النجاة. بعد ما غرقت سفينة تايتانيك ظهر عندنا نظريات عن أسباب غرق سفينة تايتانيك، منها اللي لها علاقة بالماسونية، ومنها اللي لها علاقة بلعنة الفراعنة والقدماء المصريين، ومنها اللي لها علاقة بالمؤامرة. لو هنيجي على نظرية المؤامرة بتقول إن بنوا السفينة دي ناس وكلفوها الملايين عشان يقتلوا 3 رجال أعمال، وبنوها السفينة دي بالضخامة والرفاهية دي عشان يبهروا 3 رجال الأعمال دول إنهم يسافروا عليها وبعد كده يغرقوها. طب مين اللي ليه مصلحة إن هم يقتلوا رجال الأعمال دول؟ اللي ليه مصلحة في قتل رجال الأعمال هم اليهود. هقول لكم ليه. أصلك اللي بيحكم في الولايات المتحدة الأمريكية مش الرئيس الأمريكي ولا أي سلطة تانية، اللي بيحكم في أمريكا هو النظام الاحتياطي الفيدرالي، واللي كون النظام الاحتياطي الفيدرالي هو ال3 عائلات يهودية، روتشيلد وريك فلاي ومورجان. فلما سيطر عائلة روتشيلد على أوروبا وبريطانيا من ناحية إن هم عملوا هناك بنك في أوروبا وبريطانيا، حبوا كمان يعملوا بنك مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية عشان يعرفوا يسيطروا عليه تماما، وده كمان هيضمن لهم ان هم يمسكوا سياسة العالم ويعرفوا يسيطروا على العالم كله ويعملوا حروب. وبالفعل سنة 1910 اتجمعوا كلهم في جورجيا عشان يأسسوا البنك ده، البنك المركزي، وكان معاهم كمان رجال أعمال أثرياء، ومن ضمن رجال الأعمال الأثرياء دول 3 رجال أعمال، ودول كانوا معترضين على فكرة إنشاء البنك ده. ومش بس كده، ده كانوا مصرين كمان إن هم يستخدموا نفوذهم وغناهم عشان يمنعوا من إنشاء البنك ده لأنه هيعارض مصالحهم. وال3 رجال أعمال دول هو بنيامين، جون أستون وشتراوس. فقرر جي بي مورجان ان يتخلص منهم بالرغم من ال3 رجال الاعمال دول بينتموا لعائلات ماسونية، وتمت دعوتهم ال3 دول لرحلة السفينة التي لا تغرق، وبدأت شركة وايت ستار تروج ليها عالميا، واللي كان بيملك السفينة دي جي بي مورجان ذات نفسه. وال3 دول بالفعل غرقوا في السفينة سنة 1912. وبعد وفاتهم بسنة تم إنشاء الاحتياط الفيدرالي سنة 1913، والسنة اللي بعديها على طول قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914. كانت خطة اليهود إن هم ينشئوا بنك الاحتياطي الفيدرالي ويمولهم البنك دوت بالحرب العالمية الأولى وإنشاء الثورات والحروب بين العالم. طبعا النظرية دي احتمال تكون صح. طب ما كانوا يتخلصوا من رجال الأعمال بأي طريقة، ذنبهم ايه الناس اللي على السفينة؟ في قصة ظهرت عندنا برضو، العربي الوحيد اللي نجا من سفينة تايتانيك هو الحاج حمد. بتقول القصة دي ان الوحيد المصري اللي نجا من سفينة تايتانيك وحاول ينقذ الأجانب هو الحاج حمد. وبيقول حفيد الحاج حمد ان جده كان ثري جدا وكان عنده أراضي في كفر الجبل، وكان الحاج حمد بيعرف لغات وكمان كان بيتعامل مع أجانب وبيعزمهم في بيته. وإن الحاج حمد اتعرف على صديق أجنبي أمريكي اسمه هنري وزوجته اسمها ميرا، ودعاه صديقه هنري وزوجته ميرا إن هو يتفسح معاهم على ظهر سفينة تايتانيك، وكان سعر التذكرة وقتها 4 دولار. وبالفعل سافر الحاج حمد. وبيحكي لنا حفيد الحاج حمد ان جده سمع اتصال لاسلكي جاي من اوضه القياده وبتقول انها تحصل كارثه، فبسرعه جده حضر قارب رقم 3 وحمل فيه صديقه هنري وزوجته ميرا، وفضلوا يصارعوا الموت لمده 3 ايام وهم في البحر مستنين اللي ينقذهم. وكان وقتها عمر الحاج حمد 27 سنه، لحد ما نجا بعد 3 ايام. واهله ما يعرفوش عنه اي حاجة ولا عرفوا يوصلوا له، لان الشركة المسؤولة عن سفينة تايتانيك قالت وقتها ان ما كانش في مصريين اصلا على السفينة. لكن بعت الحاج حمد تلجراف وبيأكد ان هو لسه عايش، ورجع لزوجته بعد 3 ايام بعد ما حصلت له صدمة من اللي شافه وهو بيصارع الموت. السؤال هنا بقى، ايه اللي خلى الحاج حمد يقعد في بيته 10 سنين وما يسافرش اي مكان بعد الحادثة دي؟ وايه اللي خلاه يغيب عن بيته 3 سنين؟ شاف ايه عشان ما يخليه ما يتكلمش بعد الحادثة دي بسنين؟ نشرت جريدة الأهرام وقتها خبر على صفحتها في 17 إبريل 1912 بتأكد انهم اتصلوا بالشركة المسؤولة عن السفينة، لكن طبعا انكروا. وده ليه بقى؟ ده اجابة سؤال الحاج حمد، لانهم كان خايفين من الفضيحة. ايوه فضيحة، لان بيقولك ان الحاج حمد شاف انهم بيضربوا نار على ركاب الدرجة الثالثة اللي هم من ضمنهم عرب عشان يتخلصوا منهم، لان مفيش اي قوارب نجاة تكفي الناس اللي موجودة على السفينة وعشان ما يركبوش قوارب النجاة. في نظرية عندنا بتقول ان غرق سفينة تايتانيك كان وراها لعنة الفراعنة، وده كلام اتكلمنا فيه قبل كده وهنتكلم فيه تاني
مفيش لعنة الفراعنة يا جماعة. ودي حكاية كده اتلفقت المصريين القدماء بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، هكلمكم عنها الحلقة الجاية ان شاء الله. طب ايه السبب اللي خلاهم يربطوا ما بين لعنة الفراعنة وما بين سفينة تايتانيك؟ هقول لكم. اصلك بيقولوا ان في واحد من اللي نجوا من سفينة تايتانيك قال في شهادته ان السفينة دي كان فيها تابوت لكاهنة مصرية اسمها ايمن رع، والتابوت ده اول ما اتحط في مخازن البضايع اللي في قاع السفينة، عمال المخازن بدأوا يسمعوا صوت شبح الموميا دي، لدرجة انهم طلبوا باعفائهم عن العمل. لكن طبعا الكلام ده ما يصدقوش ودي قصة اكيد معمولة عشان تثبت ان في لعنة فراعنة. لما جم يسألوا البروفيسور روبرت عن قصة التابوت ده ما قدرش ينكر وجود التابوت، بس قال اكيد اتحلل وضاع التابوت ده في قاع المحيط. وعندنا تفسير تاني بيقول لنا لما جم يدوروا في حطام السفينة بعد ما غرقت على تحف وتابوت، لقوا ان التابوت ده متسجل باسم راجل ثري، والناس اللي من هواة التحف والأغنياء الأمريكيين اشتروا التابوت ده في السر من واحد ثري، وكان طبعا جواه الموميا، ومرضاش الثري ده يصرح بكده عشان كان خايف من متحف نيويورك ان هو يطالب بالتابوت ده وياخده منه. وفي الاخر دي مجرد اشاعة وملهاش اي اساس من الصحة. وبكده تكون خلصت الحلقة النهاردة. رحم الله شهداء سفينة تايتانيك وعبارة السلام. استنوني في حلقات تانية كتير ومعلومات أول مرة تسمعوها، وأشوفكم في رعاية الله والسلام عليكم.